أكد يحيى عطية الله مدافع المنتخب المغربي أن هدف المجموعة هو التتويج بلقب كأس إفريقيا المقامة حاليا بالكوت ديفوار. وأوضح عطية الله في تصريحات للقناة الرسمية للجامعة الملكية لكرة القدم عبر يوتيوب أنه ورغم الحرارة المرتفعة والرطوبة فالفريق الوطني يحضر جيدا لمواجهة الكونغو، والتي من الواجب الفوز فيها وكسب النقاط الثلاث لحسم التأهل لدور الثمن النهائي. عطية الله الذي غاب عن المباراة الأولى أمام تنزانيا قال إنه حاليا جاهز للمواجهة الثانية بفضل العمل الكبير الذي قام به الطاقم الطبي، مشيرا إلى أن المجموعة بأكملها مستعدة لثاني المباريات. وأبرز لاعب الوداد الرياضي أن المغرب يستحق أن يتوج بلقب كأس إفريقيا بحكم العناصر التي يتوفر عليها، والجميع يهدف لنيل البطولة لإسعاد الجماهير. يشار إلى أن المنتخب المغربي هزم تنزانيا في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بثلاثية نظيفة، وتنتظره مباراتين قادمتين أمام الكونغو الديمقراطية وزامبيا. وختم قائلا: جماهيرنا دائما سند لنا، وهمنا هو نيل اللقب والعودة به للمغرب والاحتفال به أنصارنا،